ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ازيكم؟ اللايف شغال؟ ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه يا جماعه؟ زي ما وعدناكم الاسبوع ده كله هيبقى مفاجآت ان شاء الله. عشان احنا في اجازه وعارفين نروح اماكن كتير عشان نفرجكم ونعرفكم للناس اللي لسه جايه جديد والناس اللي موجوده بس ما تعرفش الحاجات دي. انا اسمي دعاء من نيويورك، عايشه في امريكا. عاملين القناه دي انا وواحده صاحبتي عشان نسهل الصعب على كل الناس اللي عايشه في امريكا او الناس اللي بتفكر تيجي امريكا. النهارده هدخلكم بقى ان شاء الله محل بالنسبه لي انا شايفاه حل لحاجات كتير قوي. والاسعار فيه في الوقت ده تحفه، مش هتلاقوها بقيه السنه نهائي. ليه بقى المحل دوت تحفه؟ لان الحاجه اللي موجوده فيه تقدروا تستخدموها وانتم مسافرين، تقدروا تستخدموها في البارك، الولاد يقدروا يستخدموها في المدرسه، في اماكن كتير جدا. الحاجه بتاعته تنفع في يعني في كاجوال، وسام تايمز بنلاقي فيه حاجات كلاسيك. يلا مش هطول عليكم عشان نلحق المحل كمان قبل ما يقفل. وانا في تانجر مول اوتلت اللي في لونج ايلاند في نيويورك. قلت لكم قبل كده في فيديو تاني ان الاوتلت بتبقى اسعاره حلوه جدا، اقل من المحلات العاديه. يلا بينا تعالوا عشان ادخل. هنا طبعا في السيل واصل ل 70% وال 60%. دي البناطيل بتاعتهم بتبقى تحفه والخامه بتاعتها كويسه. الناس تقدر تلبسها كل يوم وما بيجرالهاش حاجه. البناطيل وطبعا تيشيرتات الجينز 70%. بصوا يعني طبعا الجواكت دي تحفه لانها طويله وبتنفع المحجبات، عليها 40 و50% وكليرانس، يعني كمان ده هيبقى سعره تحفه. مش عارفه بالظبط كام بصراحه، بس طالما كاتبين عليه كليرانس والحاجات دي يبقى هيبقى السعر بتاعه حلو قوي. مش عارفه ازاي، مش عارفه كام قصدي، سوري. ادي 40%. هنا بناطيل اهو برضو. الحاجات دي عشان الناس اللي بتبقى مش عارفه تجيبها من مصر، ما عندهاش حد بينزل، عشان احنا كمحجبات بنستخدمها كتير. زي اللي هي البوديهات اللي بتبقى بالرقبه، ده $35 وعليه 60% اوف، يعني تقريبا هيوصل $15. دي الجينز طبعا $15 ده حلو جدا، في منه الوان كتير اهو. ودي برضو الفساتين دي بتنفع في الصيف للمحجبات اهو. طبعا بقى الحاجات دي بتبقى حلوه جدا في السفر وفي الحاجات والبارك والسوبر ماركت. الحاجات دي كلها بتبقى يعني الواحد عايز يلبس حاجه خفيفه كده بسرعه بسرعه ويروح لابسها. طبعا 50% 60% 30. دي اسعار بصراحه يعني مش عارفه اقول ايه. انا لو بشتغل مع المحل مش هعمل لهم دعايه كده، بس انا بصراحه مستخسره ان الناس تبقى عايزه تشتري حاجات ومش تشتريش في الوقت ده. الاسعار حلوه قوي، دي كلها حاجات على الكليرنس. بوشة المحلات الكواليتي بتاعتهم حلوه قوي، جاب فعلا، وحاجتهم بتعيش لحد ما الولاد تكبر اصلا ما شاء الله. دي برضو حاجات دي طالعه المفروض موضه. ده بكام؟ $44 سوري. هنا البناطيل دي على كليرنس برضو 50% اوف. ده بقى بالنسبة ده برضو كله لسه السيدات 30% و40%. طبعا الأطقم دي معروفة بتاعت السفر. بصوا هنا بقى ده للقسم الرجالي برضو 40%. الحاجات دي بتبقى تحفة قوي بالذات في البيت، الكواليتي بتاعتها بتبقى حلوة. و70% ده يعني تحفة، بس مش عارفة ليه هما مش كاتبين كام السعر عشان اقوله لكم. وبعد كده 70%. الترنجات دي بقى طبعا حلوة جدا، عليها 40%. دي كلها حاجات رجالي. وهنا بقى القسم الأطفالي
دي بقى برضو للرجال الحاجات مش السويت بانس بقى، الحاجات التانية اللي زي الجينز وكده، لو في ناس بتشتغل في شركات والحاجات دي بتحتاجها برضو. هنا للأطفال 50%، بصراحة ده حلو جدا. في ناس بتبقى عايزة في بداية الدراسة بالذات تجيب للولاد كام طقم عشان مش بيلبسوا يونيفورم، وبيجوا يشتروا، بيبقى الواحد بيبقى تقريبا الواحد بس عامل حوالي $50. ده 30 اهو وعليه 50، يعني هيبقى $15. حلو جدا بصراحة. احلى ترنجات للاولاد. فعلا يا بوشة. في حاجات حلوة جدا للبيبيهات هي كمان، و50%. جماعة السيل ده بصراحة فظيع. انا مش عارفة في المحلات العادية نفس السيل ولا لا، بس في الاوتلتس وجاب بقى بالذات بيبقى موجود في حتت تانية غير الاوتلت اللي هي في مولات بعيدة. يعني ممكن تلاقوه لو كتبتوا جاب اوتلت نير مي، ممكن تلاقوه في حتت تانية في جوه كوينز، جوه بروكلين كده. يعني كده انا تقريبا صورت لكم كله. ده قسم الولاد 50% اهو. فبصراحة يعني يا ريت يا جماعة تنزلوا، اللي عايز يشتري حاجة ينزل في التوقيت ده، عشان بعد كده هيبص يلاقي نفسه محتاج الحاجات دي في الشتاء، وهينزل يجيبها الضعف بعد النيو يير. دي حاجات بنويتي صغنطوطة كده جميلة وشكلها حلو قوي. 50% ب40، يعني هتبقى $20. حلوة قوي يعني بصراحة. في ساعات بيبقى الولاد عندهم حفلات في المدرسة والحاجات دي، فدي حلوة قوي ان الواحد يشتريها للحاجات دي. يعني بيبقوا مش محتاجين فستان، بس محتاجين حاجة برضو متدلعة كده يعني. والفستان بتاع الجينز ده حلو قوي. الحاجات بتاعت البنات بقى الصغنطتين دولت يعني ايه، بيحبوا يدلعوا نفسهم. تهيألي كده فرجتكم المحل كله. ما تنسوش تعملوا لنا شير وسبسكرايب ولايك، ومش عارفه ايه، تفعلوا الجرس في القناه عشان لما نعمل فيديو. نفسي اعمل بقى بصراحه اللايفات بتاعت اليوتيوب، لانها بتبقى جودتها احسن خالص، بس كل ما بطلع مش بلاقي حد شايفني. فيا ريت تعملوا سبسكرايب عشان اول ما نطلع لايف هناك على اليوتيوب يجي لكم نوتيفيكيشن فتشوفونا على طول يعني. واستنونا في فيديوهات تانية جايه قريب. هنعمل لكم فيها حاجات حلوه ان شاء الله، مفاجآت اكتر، وهنقدم لكم حاجات تفيدكم باذن الله انا وبوشة، خصوصا الاسبوع دوت، وعلى طول ان شاء الله هنساعدكم على قد ما نقدر. يلا باي باي.